السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وبسعادة يا رب. بتمنى لكم كل خير من كل قلبي، وربنا يسعدكم يا رب ويرزقنا ويرزقكم بإذن الله. النهاردة بإذن الله يا حبايبي هنعمل طريقة عمل الطحينة البيضة في البيت بإذن الله بأقل التكاليف وبأسهل حاجة خالص. أول حاجة هنعملها دول كمية سمسم زي ما انتم شايفين أبيض، أنا شارياه أبيض مش متحمص. زي ما قلنا كده هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونسمي بسم الله ونقول أول حاجة هنعمل زي ما احنا شايفين كده حبايبي. ايدنا النار على السمسم، هنبدأ نسخن السمسم مش هنحرقه. وادي معلقة دقيق عليه علشان نسخنها مع السمسم، معلقة كبيرة دقيق او معلقتين دقيق على حسب الكمية اللي انت جايباها. انا حطيت معلقة واحدة دقيق زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو. هنبدأ نسخنه ونحمصه مع السمسم. لازم تكون الحاجة متحمصة معانا علشان تنزل الكبة وهي سخنة، مش باردة. تمام اهو زي ما احنا شايفين. هنبدأ نحمص السمسم ومعاه معلقة الدقيق بتاعتنا. اول ما تحسي ان ريحة السمسم طلعت، الريحة الجميلة بتاعت السمسم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اول ما نحس ان الريحة بتاعت السمسم طلعت هنطفي النار، لان احنا مش عاوزين نحمره زي ما اتفقنا. مجرد ان الريحه بتاعته تبدا تطلع ده معناه ان هو بدا يتحمص او بدا يسخن معانا زي ما احنا شايفين كده اهو. كده احنا وصلنا للمرحله اللي احنا عاوزينها ومش عاوزين نغمق اكتر من كده. هنقوم طافيين النار ونجهز الكبه عشان نحط مكوناتنا جواها. يلا بينا يا حبايبي، خليكم معانا لاخر الفيديو. هنا يا حبايبي الكبه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. هنبتدي نسمي الله وننزل المكونات بتاعتنا بالراحه بسم الله الرحمن الرحيم جوه الكبه. كده يا حبايبي نزلنا المكونات بتاعتنا جوه الكبه اللي هي السمسم والدقيق بتاعنا. طبعا بعد ما حمصناه وسخناهم على النار هنسمي الله ونبدا نشغل الكبه عليهم بسم الله. كده يا حبايبي المكونات بتاعتنا معانا اهي زي ما احنا شايفين. بصوا وصلنا للقوام عامل ازاي. طبعا هي لسه خشنه معانا اهي، بس ريحه السمسم طالعه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميله جميله جميله. احنا لسه المفروض هنضرب تاني، بس انا بحب اقلبها عشان لو في اي بواقي سمسم تقيله ولا حاجه لازم ايه نطلع من تحت لفوق كده، لان لسه هنضرب تاني. مش هنحط الزيت دلوقتي غير لما تنعم معانا خالص. بصوا يا حبايبي القوام بتاعها، ريحه السمسم تحفه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. كده حركناها اهوت زي ما انتم شايفين. هنبتدي نكمل ضرب تاني. كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين وصلنا لمرحله الزيت. هنحط تقريبا نص كوبايه زيت بسم الله الرحمن الرحيم. نص كوبايه زيت بس، ولو احتاج هنزود، ما احتاجناش خلاص. ونكمل ضرب تاني في الكبه. ده القوام بتاعنا يا حبايبي بعد ما حطينا نص كوبايه زيت زي ما انتم شايفين كده اهو. حاسه ان هي تقيله محتاجه شويه زيت، ونحط لها كمان معلقه ملح صغيره. مش عايزين نكتر الملح عشان ما تبقاش حادقه معانا. تمام يا حبايبي. ادي الملح زي ما احنا شايفين اهو. وادي كمان شويه زيت عشان نخففها شويه ما تبقاش تقيله زياده عن اللزوم. بصوا يا حبايبي كده وصلنا للقوام اللي احنا محتاجينه او عاوزينه في الطحينه بتاعتنا. ريحتها تحفه، طعمها تحفه، جميله جدا وموفره. هوريها لكم بقى واحنا بنصبها في البرطمان عشان تشوفوا القوام بتاعها وتخلصوا الطحينه بتاعتكم. ولما تبرد منكم خالص نحطها ونحفظها في برطمان نضيف وجاف، مش ما فيهوش اي ميه ولا اي حاجه خالص، ونحطه في التلاجة. وبكده يبقى وفرتش على نفسك فلوس كتير جدا بتدفعيها في الطحينه من بره، وانت اصلا سهل جدا انك تجيبيها وتعمليها هنا في البيت. ادي يا حبايبي البرطمان اللي احنا هنحط فيه الطحينه. طبعا احنا عاملين كميه قليله مش كميه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي الطحينه والقوام بتاعها. بصوا شكل الطحينه البيضه بتاعتنا. بصوا
ده تقريبا مقدار نص كيلو. يعني تخيل لو انت شاريه نص كيلو طحينه ب 75 جنيه من بره، شوفي انت عملتيه بكام، شوفي انت وفرتي على نفسك قد ايه في البيت.